جماعه انا جيت لطنطا مخصوص عشان التجربه دي. ده بيلعب بيه لعيبه برشلونه في ماتشاتهم. من ساعه ما الكوره بقت ب 10 جنيه وبقى كله بيلعب. التجربه دي بعيد شويه عن السفر والفنادق وكده، بس هي بصراحه تجربه ممتعه بالنسبه لي انا عشان انا بحب الكوره قوي وعايز اعمل كارت فيفا لنفسي. تعالوا اقول لكم التجربه دي عامله ازاي. خد الكرة دي لوب، يلا بينا. باجي بخلص الفينش في المقص بعد الماتش. احنا في سكر سي في بنعمل لك سي في بنوريك فيه ازاي انت تقارن نفسك باللعيبه الكبار. اول حاجه يا احمد هاخد منك مثلا السن بتاعك وهقيس لك بقيه الحاجات اللي هي زي السرعه، القفز، المهاره، الشوط، التحمل، اللياقه. بقيس لك على حسب اللعيبه الكبار. تعال بقى نقيس الطول. ما بلاش الموضوع ده. السرعه بنقارنك بلعيبه زي مبابي، زي تيري هنري. تالتة هنفوت اسيست وهاتريك الشوط التاني. طب فوقك من يا جماعه الموضوع مرهق قوي بجد. اللي بعد كده المهاره. ممنوع تلمس الكونزات، لو لمست الكونزات بيتخصم منك ثانيه من الوقت. اطلع بيه على مستشفى الصدر بسرعه. العك الكروي ده ما ينفعش يتشاف. دي هنشوف انت بتجي توصل في الجامب الارتفاع قد ايه. هتنط مره من على الثبات ومره من الحركه. هتعرف تنط دي انزلها كمان. عم وعم عيالي. بعد كده الشوط من اقوى شوطه اتشاطت 210 كيلومتر في الساعه. 88. هنعمل لك بقى انبادي يا احمد، نشوف ايه وزنك بقى والكلام اللي انت مش عايز تعرفه. اي حد بيحب الكوره يقدر يعمل السي في بتاعه في سكر سي في. العبوا رياضه، دي نصيحتي في اخر الفيديو.